ناس كتيرة كتبت لي عايزين نتفرج على مباراة الزمالك والترجي على النايل سات، وجيت النهاردة عشان افرحك واقول لك جبت لك المفيد والقنوات النقلة لمباراة الزمالك والترجي اللي هتتلعب النهاردة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر ام الدنيا، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لو لسه اول مرة تشوفني فانا مصطفى ابراهيم، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تنزل اشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. اول قناه معانا النهارده هخليك تنزل التردد بتاعها، بس لازم يكون عندك ريسيفر اتش دي عشان تقدر تتفرج على المباراه دلوقتي معانا. الشرح اللي موجود قدامك اهو شرح على ريسيفر اتش دي. فاول حاجه بنعملها بندوس على المنيو عشان يظهر عندي القائمه اللي موجوده دي، وهنلاقي قائمه اسمها قائمه التركيب. هدوس عليها اوكي، ومن هنا بيظهر عندي ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمة الترددات. بنزل على ثالث قائمة وهي قائمة الترددات اللي موجودة قدام حضرتك دي، وبدوس عليها اوكي، ومن هنا بيظهر عندي جميع الترددات اللي موجودة على قمر النايل سات، وده معدل الترميز الخاص بالتردد، وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش يعني عمودي او افقي. نركز في التفاصيل عشان نضيف التردد. هنبص تحت هنا هنلاقي مكتوب اضافة بالاحمر وتحرير بالاخضر، شطب باللون الاصفر، بحث باللون الازرق، والالوان دي كلها موجودة قدامك في الريموت بالترتيب: احمر، اخضر، اصفر، ازرق. هنضغط على الزرار الاحمر ده علشان يظهر عندي هنا اضافة تردد او اضافة مرسل جديد حسب نوع الريسيفر بتاعك. ولو انت وصلت معانا لحد هنا يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ركز معانا في التفاصيل اللي جايه عشان هتعجبك الترددات والقنوات الجديدة. اول حاجة هنعملها هنقف على التردد هنا ونكتب التردد الخاص بالقناة، وهو 10 8 7 2 10 8 7 2. وهننزل على معدل الترميز هنكتب 27500، والاستقطاب بتاعنا بنخليه زي ما هو عمودي، وبنقف على التردد اهو. والتردد جايب لي قوة اشارة 99% وجودة اشارة 74%، والتردد ده قوي جدا تقدر تستقبله في جميع الدول العربية بدون اي مشاكل. بعد كده هندوس اوكي، هيديني علامة صح جنب التردد، وبعد كده بنختار علامة البحث بالزرار الازرق زي ما حضراتكم شايفين اهو، بحث بالازرق. واتفقنا ان الازرق موجود معاك اهو في الريموت. اول ما بنضغط ضغطة واحدة عليه هيظهر لي قائمة البحث دي، ما بغيرش اي حاجة في الاعدادات غير ان انا بدوس اوكي. واول ما بدوس اوكي مبروك علينا التردد هينزل لي قناة الوطنية واعلنت نقل المباراة على قمر النايل سات. دي اول قناة معانا، وزي ما حضراتكم شايفين اهو القناة نزلت وهتشتغل معاك بدون اي مشكلة. طيب بعد كده القناة التانية اللي هنقدر نتفرج عليها قناة تايم سبورت الأرضية. قناة تايم سبورت الأرضية لو عندك ريسيفر كومبو زي اللي موجود قدام حضرتك ده في الصورة اهو، الريسيفر بيبقى فيه مخرج الأرضي زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام كده، كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب الجاك الأرضي اللي موجود قدامك ده بنفس سلك الطبق، يعني زي ما حضراتكم شايفين اهو الإشارة كانت شغالة على سلك الطبق ده، فكيناه وهنركب فيه الجاك الارضي زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام كده، وهنركب عندنا في الريسيفر الكومبو او الريسيفر البث الرقمي زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا على الاشاره كنا شغالين زي ما انت شايف اهو، على التانية هننقل الاشاره من هنا لهنا بالجاك البث الرقمي. تمام كده، بعد كده هنخش على قائمه المنيو اهو، نخرج بره. هيظهر عندي بقى القائمة مختلفة شوية، ان انت بتخش على قائمة التركيب هنا وبتلاقي عندك هنا الانستوليشن، هننزل هندوس عليه اوكي، وهننزل على دي في بي 2. تمام كده، وهتدوس عليها اوكي، وهننزل على الكلمة اللي بعديها دي مكتوب بحث اوتوماتيك. اول ما بدوس عليها وبدوس نعم مبروك عليا هيعمل بحث وهينزل لي قناة تايم سبورت الارضية اللي شغالة قدامك بدون اي مشكلة وعلى نفس السلك من غير ما اركب اريال ولا اي حاجة. طبعا لازم يكون عندك ريسيفر يدعم تقنية البث الرقمي، او لازم يكون عندك شاشة سمارت تدعم البث الرقمي، غير كده القناة مش هتنزل عندك. تمام كده، تمام. بعد كده بدوس اكزit بعد ما القناة بتنزل عندي، وبخرج اتفرج بره بلاقي القناة شغالة عندي وبدون اي مشكلة على اي ريسيفر كومبو او اي شاشة بتدعم البث الرقمي. بس طبعا مش هنقدر نظهر الكلام ده علشان خاطر حقوق الطبع والنشر. بالتوفيق للاهلي والزمالك في البطولة، ان شاء الله يفرحوا الشعب المصري كلهم بنتيجة كويسة، واهم حاجة عندنا الاداء. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تدعمونا بلايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد.
ولو في اي استفسار سيبولي في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي، واشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. وكان معكم مصطفى ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.